ترقب كبير في الأهلي لزوال الورم من ركبة كريم فؤاد لإخضاع اللاعب لأشعة، والجميع يتمنى أن تكون مجرد جزع بسيط في الرباط الصليبي فقط وليس قطع في ظل الآلام القوية. الأهلي يمنح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم قبل بدء الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الدور الأول من الدوري. عادل مصطفى المدرب العام بالنادي الأهلي يواسي محمد شريف بعد حزنه الشديد من عدم المشاركة في مباراة الأمس، ويؤكد للاعب أن إصابة كريم فؤاد في بداية المباراة وشكوى مروان عطية من إجهاد وظروف ومجريات المباراة منعت المدير الفني من الدفع به. رابطة الأندية المصرية تعد كبار الدوري بإجراء قرعة الجولات الحاسمة من الدوري بمنتهى الشفافية ولعب جميع المباريات في نفس التوقيت. رغم تحقيق الفوز والثلاث نقاط، ترب مدرب الأهلي يؤكد للاعبي الفريق عدم رضاه عن مستوى الفريق تماما واستمرار الأخطاء الدفاعية رغم تحذيره لهم مرارا وتكرارا قبل كل مواجهة، وذلك بعد الخطأ الذي أدى لاستقبال هدف بالأمس بسبب الضغط السلبي من بن رمضان ويوسف بالعمري وكوكا وعدم قيام حسين الشحات بدوره الدفاعي. الصحافة الأسبانية تؤكد أن أسطورة كرة القدم الأسبانية إنيستا قد يتولى منصب المدير الرياضي لمنتخب المغرب بعد رحيل وليد الركراكي وتعيين محمد وهبة بدلا منه. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي يلوم بشكل كبير على زيزو بسبب علامات الغضب الظاهرة عليه أثناء استبداله في مباراة المقاولون العرب، ويؤكد للاعب أنه لابد من السيطرة على انفعالاته لأن هناك من يتصيد له الأخطاء. الأهلي يخطط لاستغلال إشادة ترامب رئيس أمريكا بالنادي الأهلي في حضور ميسي وسواريز ورفاقهم في انتر ميامي تسويقيا الفترة القادمة. البنك الأهلي يصبح في حاجة ضرورية للفوز على بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري إذا كان يريد اللعب مع الكبار على لقب الدوري. رابطة الأندية المصرية تقرر إقامة آخر جولتين من عمر الدوري المصري هذا الموسم للأهلي والزمالك وبيراميدز في توقيت واحد لضمان الشفافية والعدالة بين الفرق. إدارة المقاولون العرب توجه لوم كبير للمدرب المساعد إسلام فتحي بسبب التجاوز في حق النادي الأهلي واللاعبين بالأمس بسبب الفيديو المنتشر له والذي استفز الأهلي وجماهيره بشكل كبير. يوسف البليلي جناح الترجي التونسي يستأنف على قرار الاتحاد الدولي بإيقافه لمدة سنة كاملة بسبب مشكلة مع فريقه الفرنسي السابق. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.